السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم؟ أخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، مسلم ومسيحي بألف خير، أخ وأخت كل ما نمر من هنا يا رب دايما السعادة والهنا. النهاردة عندنا فيديو حلو، هنعمل صينية مكرونة بشاميل بالكبد والقوانص. هنوفر شوية، هنقتصد شوية. الفيديو بتاعنا حلو. الفيديو عبارة عن واحدة بتشتغل في المطبخ بالظبط، ما بتحطش اي حاجة تزوق بيها. اللي عايز يزوق بيحط احمر ومونوكير، صح الكلام؟ احنا بقى بنقول رضا، والخمسة ستة اللي بيشجعونا، الناس الحلوة دي منورينا، الناس اللي موجودين وملهمش جمايل علينا، بنقول لهم ربنا اللي بيرزق واكتر من كده هيأتين. لسه لنا وقت بس لسه ما جاش. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. قومي اعملي النهارده غيري من لحمه مفرومه ومن فراخ اللي معايا النهارده كبد وقوانص. ايه رايكم في الصينيه؟ تفحى اخر حاجه. تعالوا نقرب شويه. ايه رايكم؟ حاجه كده من الاخر، بس سخنه نار يا حبيبي نار. دايما لما باجي اصور معاكم، رغم ان انا ببدا بدري، بس بيهلوا عليا كده بالخير. ويلا يا ماما، يلا اتفضلوا وتابعوني. جديد بسيط يفيد اي ست بيت عربيه مصريه. وبشكر اللي كتب لي فلاحه وبقول له يا ريت افتخر فخر الفلاحين. ربنا يرضيهم ويديهم ويعطيهم ويكرمنا معاهم، اللهم امين. يلا كده طاقه ايجابيه ليكي انت وهي، ونبدا الفيديو بتاعنا ونقول اللهم بارك ونسمي بالرحمن بسم الله. يلا اتفضلوا. عشاق الفلفل، ايوه عشاقه فين؟ جمعوا تعالوا، هنعمل النهارده بيه ده كله فيه تامين. ايوه، وكمان غذا، وكمان مية مية للناس اللي بتموت فيه. حشري داخل في كل حاجة. ايوه حشري داخل في كل حاجة. هنعمل منه ومسميينه انا وحبايبي اللي بيحبوني ماركة ودع اهلك. ايوه الفلفل عشاقه، ماركة ودع اهلك. جمعوا هنا. الفلفل دايما داخل في كل حاجة، ودايما استخداماته كتير. ما تفتهوش. تعملي منه هريسة شطة، تعمليه في كل الاكلات، ما تقوليش لا. كل الاكلات داخل فيه. ايوه ما تقفيش. يلا اذكر الله، عشان النهارده عندنا روتين هيعجب ست البيت. روتين حشري جدا، منوعات حسنة. كل ست بيت عربية مصرية كل سنة وانت طيبة. النهاردة اللحمة غالية عليكي شوية، ومش كل يوم هتعصجي اللحم. هنعمل النهاردة تعصيج للكبد والقوانص عشان نعملها في صينية في مكرونة بشاميل. تنفع؟ تعالي. ادي الكبد والقوانص غسلاها ومقطعاها على قد ما قدرت حبايب قلبي، بس قطعتها وهي متلجة. بتغسليها وتنضفيها وتحطيها في الفريزر شوية تتلج معاكي. وفي ناس بتسلقها، اللي تمشي معاكي الطريقة اللي يريحك. هي مش كلها كبد وقوانص، مش كلها قوانص، كلها كبد. مش هتاخد وقت في الايه، في السوا. معانا حبيبة قلبي البهار بتاعنا عبارة عن سكر، ملح، شطة، فلفل اسود. ما تنسيش الفلفل اللي اتكلمنا عليه، وقلنا الفلفل في كل بيت ما نستغناش عنه. ومعانا البصل حبايب قلبي، وكتري شوية عشان توفر معاكي وتديكي كمية. منوعات حسناء. يلا هنعمل الكبد والقوانص مع بعض في فيديو حلو، وهنعصق بيه اللحمة، هنعصق بيه المكرونة البشاميل بدل اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة يمكن تكون غالية شوية. الفلفل بتاعنا متقطع مية مية. توابلنا وتحابشنا كبد وقوانص. ويلا على ايه؟ على النار، واللهم اجرنا منها. هنروح على النار نعمل البصلة بتاعتنا حبايب قلب حسناء. يلا بينا اتفضلوا. عندنا كل جديد بسيط يفيد ست البيت، روتين على قد الايد. انا جيت على النار اهو، او على البوتاجاز. البصلة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهي، ريحتها بتطلع. طبعا احنا مش هنديها لون قوي، بس هنديها تتبيله الاول. تعالوا بقى ندي صدمه للكبد والقوانص. اهي يا حبايب قلب حسناء، ادي الكبد والقوانص بتاعتي اهي. هنديها تقليبه حلوه الاول، تغير بس ايه اللون بتاعها. حلو الكلام. متحطيش اي حاجه دلوقتي،
الا ما تغير اللون بتاعها، تقفلي المسام كلها كده حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين اهي. ايه رايكم بقى كده؟ تفحى اخر حاجه. هننزل حبايب قلبي بالفلفل بتاعنا اهو. طبعا انا مكتره البصل شويه، بس الطاسه باينه ان هو كتير، هو مش كتير ولا حاجه، بس انا عامله حاجه واسعه عشان نعرف نقلب ونشتغل مع بعض. الفلفل ده يا جماعه لما تكتريه بيدي طعم حلو وتست حلو. طبعا في ناس تقولك احنا هنحط معلقه توم، عايزه تحطي معلقه توم عشان الريحه بقى وجمالها لما تدخل في السم. زي دلوقتي كده هنحط التوم، لكن التوم في الاول لا. معانا حبيبه قلبي توابلنا وتحبيشنا اهي. ايوه نقلب بردك. عايزه تحطي بابريكا شغال مش هتقول لا. حلو. نبدا بقى نقلبها كده مع بعض، ونجيب معلقه التوم حبايب قلبي، اي معلقه توم صغيره كده مش كتيره، حاجه كده ريحه يعني، فاهمني؟ هتدي طعم وتست حلو، وهتدي ريحه بقى وتعمل قلبان في الشقه. عايزه تحطي معلقه صلصه شغال، لا انا مش هحط لها اي صلصه ولا اي حاجه خالص. لو عايزه تحطي. نقلبها كده مع بعض، نسيبها تطيب وتستوي حبايب قلب حسونه، وهتبقى احلى عصاج المكرونه البشاميل. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي انتوا في الكومنتات الحلوه بتاعتكم. تفحى اخر حاجه، هتسيبها لغايه ما تطيب وتستوي حبايب قلبي، وتجيب ميتها زي ما انتوا شايفين كده، ومش هتاخد سوا كتير لانها كلها كبد مش قوانص، حاجه بسيطه في القوانص. صحه وهنا مني ليكم انا. اذكر الله وانت معديه هتطلع حاجات حلوه كتير. يبقى كده احنا عصرنا الكبد والقوانص. ما تنسيش عايزه تاكليها كده شغال، احنا هنعملها للمكرونه البشاميل، نوفر شويه. بحبكم كتير، وكل سنه وانتوا لحظه وكل دقيقه بخير. قولوا امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على الحبيب والسلام. هشيلكوا ذنوب لو ما ردتوش عليا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا صلوا على الحبيب المختار، عشان النهاردة هنقتصد شوية ونعمل مكرونة بشاميل بالكبد والقوانص. الكبد والقوانص توفير، اقتصاد شوية. ايوه هنعملها بطريقه حلوه وسهله عشان خاطر نقتصد شويه في المكرونه بتاعتنا، ما تاخدش لحم، اللحمه غاليه. حبيت اقتصد شويه وما زعلش ولادي لما طلبوا مني لحمه، مكرونه بشاميل يعني لحمه، وانا مش قادره اجيب النهارده لحمه افرمها. حبيت النهارده اجيب كبد وقوانص، وبالطريقه الحلوه دي هعملها معاكم النهارده. يلا قولوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا اللهم بارك، قولوا يلا نبدأ وندخل المطبخ. ومعانا أحلى روتين. روتيننا النهاردة حلو وجميل، بس كل من له نبي بيصلي عليه. صلوا على الحبيب المختار. اللهم صل وسلم وبارك على خير من خلق سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا نبدأ يومنا النهاردة ونقول بسم الله. ازيكم؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل حبه بشاميل من الاخر، والنهارده وصفتنا لا فراخ ولا لحم. اوكي، وصفتنا كبد وقوانص زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. معايا دلوقتي الشوربه بتاعتي. الشوربه دي حبايب قلبي حسونه دسمه اخر حاجه. يعني ايه دسمه؟ بتدي طعم حلو. ويا سلام بقى لو يبقى البشاميل نصه شوربه ونصه لبن. يعني معايا لتر شوربه، معايا لتر لبن، معايا كيلو مكرونه ان شاء الله، معايا 5 معالق كبار دقيق، معايا 5 معالق كبار زبده. يا رب دايما السعاده والهنا لكل من مر من هنا. منوعات حسناء دايما كل سنه وكل وقت، وكل وقت حس فيه صحه وعافيه. الصحه دي احلى من اي حاجه. النهارده هنعمل مكرونه بشاميل. الحشو بتاعنا ولا هو لحمه ولا هو فراخ، هنعمله كبد وقوانص. حلو الكلام. اول حاجه كده 5 معالق زبده كبار حبايب قلبي بيسيحوا مهمت. ال5 دول معلقه كبار، عليهم 5 دقيق برضو نفس المعلقه. معايا حبيبه قلبي والاحلى والاجمل لما تعمليها بشوربه. ده النهارده هنعملها بشوربه وهنعملها بلبن. معانا لتر لبن
معانا لتر شوربه دسمه، معانا كيلو مكرونه بتاعنا، ومعانا الزبده بتاعنا بتسيح، ومعانا الميه بتاعه المكرونه بدات تغلي كمان. كله على السريع. نغطي الاول هنا والزبده تسيح، وادي الدقيق حبايب قلب ايه حسناء. معانا ايه كمان؟ معانا حبيبه قلبي ملح، فلفل اسود، معانا معلقه بيكنج باودر. تمام. هننزل الاول كده اول حاجه معانا بالدقيق بتاعنا. وخلي بالك حبيبه قلبي، بسم رب العالمين، هياخد بس اللون معانا المعلقه الخشب بتاعتنا اهو. انا بعمله في حاجه واسعه اللي انا هشتغل بيها عشان يبقى مطرحها زي ما بيقولوا كده ايه البشاميل. عندك فلفل ابيض شغال، هنشممه بس الايه الريحه بتاعه النار. ننزل حبايب قلبي بقى كده بالشوربه بتاعتنا كلها، وبعدين نخفف باللبن لان انت حتى لو سبتيه بيتقل. حلو الكلام. ريحه الدقيق معاكي طلعت، اضيفيه بقى دلوقتي حبيبه قلبي اهوت. نبدا بقى نضيفه مع بعض. بسم رب العالمين. طبعا الشوربه سخنه خلي بالك، في ناس بتصفي كل ده وفي ناس بتسيب. ابدا بقى ايه اقلب، وطبعا احنا قلنا هنخف بايه باللبن. هنبدا بقى نخف حبيبه قلبي باللبن اهو. اللبن بتاعنا ده بخيره بسم رب العالمين. وابدأي بقى ايه قلبي. تمام بسم رب العالمين. وكده البشاميل بتاعي اهو بعد ما قلبته حلو خالص، ولا فيه تكتلات ولا فيه اي حاجه خالص. هيبدا يتقل معاكي، واول ما يتقل معاكي حبيبه قلبي تقومي طافيه عليه على طول. بس طبعا هنضيف مع بعض الفلفل الاسود، هنضيف مع بعض معلقه بيكنج باودر، معلقه الشطه. وطبعا الشوربه بتاعتنا فيها ملحها بس احنا بنحط عشان اللبن. قلبي بقى بحيث ان هي تختفي كل الشطه وكل الفلفل الاسود ده، وهيبدا يتقل معاكي وهيبقى قوامه جميل وحلو زي الفل. احلى بشاميل هتعمليه على طول في كل حاجه، وانا عملته معايا في فيديوهات كتير، سواء مكرونه بشاميل او كوسه، او تعمليه في بابا لحمه اللهم صل على النبي البتنجان، اللحمه بالبتنجان، اللحمه المفرومه. وكده حبايب قلبي خلصنا البشاميل بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهوت. خلاص دلوقتي اهو شايفاه هيبدأ يتقل معاكي ساعة الجد. عايزة تخففيه شوية ساعة ما تعملي مباشرة، ولو ركنتيه هيتقل تخففيه بقى واحدة واحدة. حلو الكلام. يبقى النهاردة يوم نورتنا كان البشاميل بالشوربة غير كل مرة. حلو الكلام. هنبدأ بقى مع بعض حبايب قلبي نركنه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. الفيديو كامل كملي هتستفيدي، وروتين حلو هيعجبك يا ست البيت. كده معانا ايه البشاميل تمام. حلو الكلام، كلام سليم. احلى بشاميل هتعمليه. كده حبايب قلبي عصجنا الكبد والقوانص تمام زي ما انتوا شايفين، وعصجنا حبايب قلبي ايه اقصد اقول وعملنا البشاميل، ومعانا النار ولع عليها. اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار. الميه بقى دي عشان نسلق شويه المكرونه بتوعنا. حلو الكلام. يلا نضيف المكرونه. انت بقى بتعملي حسب كميتك انت. هعمل الصلاه على النبي الكيلو ده. نبدا بقى كده مع بعض نقلب بس ما تسلقهوش قوي. ادي المكرونه بتاعتي هبدا اسلقها كده معاكم. تسيبيها براحتها تتسلق بس ايدك عليها علشان خاطر ما تلزقش في الحله. حلو الكلام. ادي المكرونه حبيبه قلبي، والشوربه اللي معانا اللي هنفك بيها او نقول للبشاميل لو تقيل. وادي حبيبه قلبي الكبده والقوانص، وادي البشاميل. يا حلوه انتي ما تنسيش مكرونه بشاميل اخر حاجه. ويلا نفيد ونستفيد ونعمل مع بعض احلى روتين.
يلا نسيبها بقى كده لغايه ما تتسلق. كده المكرونه بتاعتي طابت واستوت، بس انا ما سويتهاش قوي، فاضل فيها تكه. التكه دي هتبقى مع ايه؟ مع الصينيه. حبايب قلبي يلا بقى نبدا نصفيها، بس ما نشطفهاش عشان النشا ده هيخليها تمسك وتربط معاكي في الصينيه. دي برضو من نجاحها، ودايما على طول اعمليها وهتلاقي فرق كتير حبيبه قلبي. يلا بقى نصفيها بسرعه كده عشان خاطر ما تستويش قوي. انا صفيتها حبايب قلبي، هسيبها بقى تصفي خالص، يعني تبرد شويه عن كده عشان اعرف اتعامل معاها. ادا المكرونه بتاعتي اهي، شايفين؟ تفحه اخر حاجه. احلى مكرونه بشاميل اللي هتعمليها وهتدعيلي. منوعات حسناء دايما يا رب فيد واستفيد، والموضوع سهل وبسيط. احلى بشاميل، كبد وقوانص شغاله 100%. نبدأ بقى نجهز بقى الصينية بتاعتنا، وتابعونا بالاستمرار. منوعات حسناء دايما قناتي، كل جديد بسيط يفيد ست البيت. بحبكم كتير. تفحة اخر حاجة. يلا اتفضلوا عندنا واعملوا زينا كده حبايب قلبي. الحشو بتاعنا نعمل مكرونة بشاميل مع بعض بالكبد والقوانص. سموا الله، صلوا على الحبيب المختار، ونقول اللهم بارك. الناس بقى اللي بتحب ماركة ودع اهلك زي قطعي فلفل، هنشوف دلوقتي هنتعامل معاه ازاي. وادي المكرونة بتاعتنا اهي اللي احنا سلقناها، وطبعا قلبنا هنا حبة بشاميل عليها. وده البشاميل بتاعي تقيل، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي. انا فردت شوية اهو في الصينية زي ما انتوا شايفين كده اهو حاجتنا اهي. نبدأ بقى كده نضيف المكرونة مع بعض، ونخلي من تحت أعلى من فوق. نخلي من تحت أعلى من فوق. هننزل كده حبايب قلبي بسم رب العالمين، تحت أعلى من فوق. نبدأ بقى نقلب كده مع بعض. تمام كده، حلو قوي زي ما بيقول الكتاب. هبدأ دلوقتي اعمل الحشو بتاع الكبد والقوانص بتاعي اهوت. انتي بقى تتقلي، تزودي، تخففي. انا هبدأ ان انا ارص مع على الصينية واوريكم الحركة دي. كده حبايب قلبي انا وزعت الكبد والقوانص بتاعتي، وطبعا التتبيلة بتاعتي كلها بصل وخضروات تفحة. هنبدأ نضيف بقى ماركة ودع اهلك اللي بيحبها. الناس اللي ما بتحبش بلاش تحط عشان ما تتعبش. انا بحب انا وولادي بصراحة، بحبها خالص نار كده، بحبها بشطشطة، بتبقى حلوة بطعمها حلو، وبتدي تيست حلو في الاكل. كده انا ضفت ماركة ودع اهلك بقى. هبدأ بقى المكرونة بتاعتي اللي على وشها دي هبدأ اضيفها عليه، ايوه على وشها كده عشان تبقى جوسي وجميل. نبدأ نضيف المكرونة بتاعتنا حبايب قلب حسون. وكده الصينية بتاعتي تمام، خلصت كيلو المكرونة، قفلت عليها. البشاميل بتاعي لسه موجود. في طريقة انا عملتها مرة بالقشطة السايحة النايحة اللي هي تجميع اللبن. طب واحدة زي مثلا النهاردة عندها قشطة، طب في واحدة تانية ما عندهاش قشطة، في حل. هو الحل حاجة واحدة بس، ان انت هتجيبي بيضة. البيضة هتحط عليها الفلفل الاسود زي ما انت شايفاها كده، حلو. وتزوديها بقى معلقتين 3 بشاميل على حسب الصينية. يعني دي تاخد لها 5 معالق بشاميل مع البيضة، تبقى تفحة. حلو الكلام. تربيها الاول. وادي الصينية بتاعتنا اهي. لو انت حابة تحطي البيضة شغال، حاسة تحطي قشطة بلدي عندك، انا عملتها قبل كده وعندي قشطة، بس انا عايزة اعملها للبنات اللي بتقول طب احنا ما عندناش قشطة زيك، هنعمل ايه؟ هنرب بيضة عليها الفلفل الاسود بتاعتها عشان ريحة الزفارة، او ممكن تحطي نقطة خل اللي يريحك. انتي ربطيها اهو. هتضيفي بقى البشاميل بتاعك عبارة عن ادي معلقة، هتخفيه بيها. طبعا هو برد، كنتوا شايفينه. دول 5 معالق ان شاء الله، دول 4 كده. ونشوف القوام بتاعها يبقى عامل ازاي. نبدأ بقى نفككها كده او نقلب كده. حبيبة قلبي انا فكيت اهو، ده فلفل اسود تمام. هبدأ بقى بعد ما فكيته كده، هبدأ بقى جاي هنا على على وش الصينية بتاعتي، وابدأ ان انا اسويه. طبعا اللي عايز البشاميل تقيل بيتقله شوية عشان يديله طبقة حلوة حبايب قلب حسناء.
تمام. هنبدأ بقى ايه، نخلص كل كميتنا بقى على الصينية بتاعتنا واوريها لكم في الفينش النهائي. وكده حبايب قلبي يبقى صينية المكرونة البشاميل بتاعتي خلصت. دخليها الفرن وانتي مرتاحة مطمنة ان شاء الله هتبقى صينية كده. مش عايزة اقولك من الاخر، بس هنقول بالصلاة على الزين، صلاة على الحبيب، اكلة هنية تكفي وتربي مطرح ما تسري تمري. اكلة من الاخر بالكبد والقوانص، وتغيير لو مفيش لحمة. منوعات حسناء، دايما كل جديد بسيط يفيد ست البيت. ما تنسيش اكتبي كومنت حلو وانتي معدية، اذكري الله هتلاقي حاجات حلوة كتير. تدخل الفرن بقى وما اقولكيش هتبقى سايحة ونايحة وهتدعيلي. والبلدي يوك شوربة المرة دي، الشوربة دسمة اخر حاجة، هتحلي الطعم وتزود القيمة الغذائية فيها وتعوض ان مفيهاش لحمة، هتدي للكبد والقوانص حاجة حلوة ان شاء الله. منوعات حسناء، اتفضلوا عندنا هتلاقوا كل جديد ان شاء الله. حبيبة قلبي يلا على الفرن وربنا يأجرنا من النار. قولوا امين. يا جمالها يا جمالها يا جمالها وهي طالعة من الفرن، يا جمالها يا جمالها يا جمالها. ايه الحلاوة دي، ايه ده كله، ايه رأيكم؟ حاجة من الاخر بتلمع، ايوه، وبرضه جوسي وبرضه ماسكة نفسها ومية مية. اتفضلي النهاردة بعد ما طلعت من الفرن حاجة كده بتقول يلا كليني اكل. حبيت اقول لكم النهاردة لما عملتها مبسوطة وسعيدة وفرحانة عشان ان هي كملت اليوم معايا، وبقول الحمد لله. يلا اعمليها صيف شتاء، جمعي الحبايب عليها واعزميهم ووفري شوية. الفيديو كان حلو ويا رب يكون السعادة ليا وليكم. دمتم بألف خير ودايما منورين ودايما مكترين ودايما معانا مشرفين. ما تنسوش قناتي على اليوتيوب منوعات حسناء، وقناة منوعات ماما حسناء. يا رب دايما تجعلها عوض ورزق وخير لينا، اللهم امين. واكفنا شرها، قولوا امين. صحة وهنا للجميع. احلى صينية مكرونة بشاميل بالكبد والقوانص من ايد حسناء. نورتوني وشرفتوني، وصحة وهنا مني ليكم انا. دمتم في رعايته، اشكركم. وبتحية الاسلام اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله، مع السلامة.